حليم في دور هارون. يا عسل. توب دراما تقدم الحقوا يا ناس، المدابغ والعة واقفة على رجل، سترك يا رب. المسلسل الإذاعي ليلى الأقوياء. عن رواية بريق في كهف الظلام، تأليف الكاتبة نهى علي، بطولة نخبة من أجمل نجوم الفويس أوفر: مصطفى الرشيدي وهارون البحيري. يا ليلة سودا مش فايتة. وريني نفسك يا ابن حسين الرشيدي، انا وراك انت واختك. وهتفضل ورايا يا ايوه يا كمال، الحقني يا كمال، المدبغه ولعت والمخزن الكبير اللي فيه البضاعه. ايه انت بتقولي ايه يا ألفت؟ امتى حصل الكلام ده؟ يا دي المصيبه اللي على الصبح. طب ما عرفتوش اذا كان اللي حصل ده قضاء وقدر ولا اكيد هم ولاد عيله البحيري، وديني ما هسكت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 10 ارانب طاويرة جامدة تعيش وتاخد غيرها. خالصين يا مصطفى؟ عمرنا ما كنا خالصين يا هارون يا بحيري، والحساب يجمع. احنا اللي بعون الله بنعمل القرش، ومش عبيد للقرش زيك وزي ابوك فاضل. هادي يا محمد يا ابن اخويا. نعم يا عمي هارون. ابقى سلم لي على امك الحاجة. بتقولي ايه يا بنت الابلسه انت؟ قلت خلاص مش عايزة منك حاجة. عمرك ما هتتغير أبدا وهتفضل بخيل. خلي بخلك ينفعك يا هارون. ابعد عني بقى. كل ده عشان ما جبتش البروج الألماظ. قلت لك خلاص ابعد عني بقى، مش عايزة منك حاجة. مش غلطتك، لا هي غلطتي أنا لما وافقت أتجوزك وسبت كل الناس اللي جري ورايا بالمشوار، وكل ده عشان حبيتك. لكن انت وحش وبخيل. ما اقدرش على ذلك يا سوسو، ده انت قلبي هجيب لك البروج الألماظ. بجد يا روحي؟ خلاص طالما فيها طقم يبقى تأمرني، حياتي أنا. يا عسل. دي مش عيشة يا سامية. أنا ما بقتش عارف أنا متجوز ولا إيه بالظبط. كل الستات بتحمل بس ما فيش واحدة فيهم بتفضل مقيمة في بيت أهلها. أنا مش عارف أركز وعاوز أستقر. بقولك أعصابي تعبان. اختك البومة، ايه النكد ده؟ بغيرك خالص يا سوسو. ما فيش حد زيي يا حبي أنا. إيه بس يا مالك يا سامية؟ في إيه يا حبيبتي؟ ليه العصبية دي كلها؟ خلاص خليكي عند عمي هنا، مفيش مشكلة. أهم حاجة تكوني مرتاحة. الراحة هتيجي منين؟ من يوم ما شفتك واتبليت بيك. طب أنا آسف، حقك عليا. هاتلي ابني يا فاضل، انت السبب. هشام رفض يرجع لنا البيت. اهدي يا فاطمه، الانفعال مش كويس عشانك. غيبوبه السكر واللي جاتلك والدكتور قال ممنوع. هخرج يعني هخرج. ونجي لو سأل أو جه اركنيها على جنب، يلا سلام. المحروسة أختك رايحة على فين؟ رايحة عند الدكتور، حاسة إنها تعبانة شوية. وبعدين إحنا مالنا؟ قولي يا حياتي، عملت إيه في موضوع شحنة الجلد اللي هتصدرها من ورا أبوك؟ خايف يا سهام، انت عارفة ان ابويا ضد تصدير الجلد الخام عشان ده يضر الصناعة. بس بيني وبينك المكسب حلو قوي بتاعها. دوس فيها يا قلبي بقلب جامد، وكله في النهاية مكسب وفلوس لينا وللولاد. ولا إيه يا هرنتي حياتي أنا؟ حبيبي. في ايه يا وجيه؟ من ساعة ما جينا المستشفى وانت عمال تقول لي كلمة من الشرق وكلمة من الغرب ومانيش فاهم منك اي حاجة. الحاج فاضل ومصطفى اخويا.
اهو ده اللي كان ناقص. ابوك باين عليه اتجنن. كفاية كلامك اللي زي السم يا سهام. انت عارف نصيب نعمت ده كام بسعر دلوقتي؟ كتير كتير قوي يا سوسو يا حبيبتي. عمي سكتها، راسي بتغلي وهتتفجر. انا بس اللي مزعلني ومخليني حزين بجد ان هما هياخدوا كل حاجة على الجاهز بعد التعب والشقة ده كله. ولاد حسين يلهفوا البيع ويطلعوا بالهبشة كلها، وانت يا ابن اخويا الغلبان مش هتطلع بأي حاجة. وكتاب الله المجيد على جثتي لو قرش لساغ واحد راح لعيلة الرشيدي ده انا اصور قتيل يا عم. عشان انت غبي وكل حاجة تقوله حاضر يابا اللي تشوفه يا حاج، وادي النتيجة. سهام خف عن جوزك، هو مش ناقص. عم رشدي لازم تشوف حل. كان على عيني بس صعب قوي يا ابن اخويا. ابوس ايدك يا عمي، انت رشدي البحيري. خلاص سيبنا مخمخ يا هارون يا ابني، وربنا يقدرنا على فعل الخير. انت كذاب وخاين، شفتك بعيوني، ما تكدبش يا بيه. خلاص بقى، شوفوا اللي هي عاوزة تطلقي يا اختي هطلقك والله. هو انت مصدق روحك؟ بريء يا ناس. حتى اسألوا ناجي مش انا. الكارثة دي عم فاضل ناوي بعد شهرين يدخل مصطفى الرشيدي معاه شريك في مصنع الجلود بحصة 70%، نظير حقه هو واخواته. هارون هيتجنن. بس انا حاسس اني هموت من الحسرة يا عمي، مش قادر اتصرف. طب يا ترى لما اتصرف انا مصلحتي ايه يا ابن اخويا في الموال ده؟ عيوني ليك يا عمي. لا عيونك دي خليهم لسام، هي تبقى تقعد وتتملى فيهم. طلباتك يا عمي. انا عاوز ارنب. ايه 1,000,000 جنيه؟ اهو عشان تنقذ ملايين يا هارون هتستخسر ساعتها في حماك وعمك حتة ارنب صغنون؟ لا انا بصراحة كنت فاكرك اذكى من كده. ايه فكرتك يا بابي؟ انا عندي فكرة ما تخطرش على بال ابليس ذات نفسه، بس ايه انت اللي هتصرف وهتصرف غير حصتي يا ابن اخويا. فكرتي كالاتي: ليلى هتتقدم قربان للشيطان. مش فاهمة. بعدين هتفهموا كل حاجة. استني عندك هنا، انت فاكرة نفسك ماسكة عليا سلة؟ لا، انت ما تعرفينيش يا حلوة. ما يشرفنيش أعرف واحدة زيك، ولا مستوايا يكون متدني. انت فاكرة نفسك ايه؟ انت ولا حاجة، فاهمة؟ ولا حاجة. يعني لما الطبخة تستوي وكل شيء يبقى جاهز يا هارونتي تقوم على حاجة صغيرة تقول لا؟ بذمتك ينفع كده؟ هارون ما بقاش فاهم حاجة يا سهام. ابويا اللي اتبدل بقدرة قادر وبقى حب ألفت ومصطفى، ولا امي اللي مش شايفة الا ليلى وعش ليلى يا اختي. قريب قوي هيلعنوا سيرة ليلى واللي جابوها، بس انت وسع صدرك كده وفتح مخك. بابي مش بيعمل حاجة مش عارف عواقبها ايه. ده رشدي البحيري يا هارون. ماشي يا سهام، لما اشوف اخرتها. هتبقى اخرتها فوز ومكسب، فلوس كتير قوي لينا يا حبيبي، وهتشوف يا حبي. أنا وافقت على عرضك يا رشدي بيه. محسن مات، وبعد ما شفت بعيوني الناس اللي جت عندي في نصاص الليالي، وأمي اللي وقعت من طولها وهي عندها القلب، عرفت إن الله حق، وكمان فهمت إن اللعبة أكبر مني بكتير. ايوه كده فكرت صح يا باشمهندسة زينب، تاخد المبلغ المحترم. جبتها منين؟ زي ما انت شايف كده يا شيخ رضوان يا اخويا، صورة المحروسة مرات اخوك هشام متصورة ومعاها واحد. استغفر الله العظيم، مش معقول يا هارون، مش معقول. عملت زيك كده لما جت الولية مرات الراجل ورمت الصورة على مكتبي
في المدبغة وهللت وقالت لي لموا مرات اخوكم المغفل، عدم المؤاخذة عن جوزي، يا اما هعمل وهسوي. قصدك تقول ان ليلى تعرف جوز الست دي؟ لا 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 لا، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. انا مش مصدق، اكيد في حاجة غلط، انا مش مصدق. معرفش بقى، انا جبت لك الصورة واتأكد بقى اذا كانت متفبركة ولا سليمة. ابوس دماغك دي يا بابي، ايه الافكار الجهنمية دي؟ فعلا كون ان نوسة تروح لهارون كده وكده عفارم عليك يا عمي، ضربة معلم، يعني الخطة كانت محبوكة وما تخرش المية. عيب يا واد يا هارون تشك في قدرات عمك وحماك. عيلة الرشيد دلوقتي زمانهم بينوحوا على سمعة وشرف بنتهم. ولسه لما سيادة الوزير يشوف الشريط المحترم لاختهم وهي في حالة انسجام مع عشقها يبقوا يفرجونا هيرفعوا وشهم ازاي. بس قول لي، البت صاحبتها دي مش ممكن تتكلم؟ لا ما تخافش، اصل لما بعيد عنك اتضربت على دماغها اخوانا يعني، سامية خدت لها كام صورة محترمة للذكرى. وتبقى توريني تفتح بقها ازاي، واللي ما يشتري يتفرج. وبيني وبينك الفرجة حلوة مفيش كلام. العربية اتقلبت باخوك وناجي وفوزي ايه؟ واتنقلوا على المستشفى، الحالة خطيرة. ولادي يا ضنايا، ناجي هشام، يا ضنايا. إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. سلمي أمرك لله يا أمه، سلمي أمرك لله. جوزي راح خلاص. فاكر يا ابن حسين اني هسيب لك حصة المصنع والحصة اللي ابويا كتبها باسمك انت واخواتك؟ ليه؟ اهبل ولا بريالة؟ انا هارون البحيري يا معلمين. يا ابن يبقى انتوا اللي عملتوا فيها كده، ده شغل رشد الواطي وبناتك الزبالة ولا كلمة يا ألفت، طلباتك يا هارون يا بحيري. تخلصوا من بطن بنتكم، عشان بصراحة احنا شاكين في الناس، سواء هشام عاش ولا مات مش هيتنسب العيل ده لعيلة البحيري، ولو دخلتوا في محاكم واللازم منه ساعتها الشريط هيطلع، واللي ما يشتري بقى يشوف سمعة العيلة وسيادة الوزير. ولا ايه يا سيادة الوزير؟ يا ابن استنى انت يا ألفت. اسمع يا برميل الطرش، انت لو كنت فاكر ان انت كده انتصرت تبقى عبيط ولسه ما تعرفش مين هو كمال الرشيدي. قسما بالله لو ما اختفيت من قدامي دلوقتي لخلي الحرس بتوعي اللي بره يكسحوك. اطلع بره يلا. اسمع بقى يا مصطفى، حق اختنا لازم يجي. انا هساعدك بكل الامكانيات بس من بعيد لبعيد، انك انت طبعا عارف حساسية منصبي. كل اللي انت هتحتاجه هيكون تحت رجلك، ان شاء الله يكون سلاح، بس تنفذ اللي هقولك عليه ده بالحرف الواحد، وساعتها هنشوف مين اللي هيضحك في الاخر. وغدا نلتقي مع حلقة جديدة من المسلسل الإذاعي ليل الأقوياء. مؤثرات صوتية ومونتاج هاني علي. تتر المقدمة والنهاية هبة عصام وعمرو إبراهيم. ليل الأقوياء. لو
وصول دلوقتي ومعهم الزبون، قصدي هارون. حاضر. ايوه وصلوا. طب عال دخلهم بسرعة، هم وصلوا ومعاهم البقف هارون. ادخل. طب سيبوه وخرجوا انتوا بره. اوامر يا باشا. تعالى يا هارون ما تخافش، انا مش جايبك علشان اذيك، انا بعت اجيبك علشان خاطر نتفرج على فيلم ثقافي. ايه تستغرب كده ليه؟ مالكش في الافلام الثقافية ولا ايه؟ ده انت حتى راجل ابن حظ. هات من الاخر لحسن ممكن. لا انا ما قلتلكش تتكلم، الكلام هنا باذني انا، بدل ما اطلعك بره تقعد مع كلاب الحراسة. خد يا مصطفى حط الشريط ده في الفيديو، خلينا نتفرج ونخلص. يا عسل. يا نهار اسود، دي كل حاجة باينة. ما كنتش اعرف انك مسخرة قوي كده يا معلم هارون. ولا نقول يا رونا زي ما قالت لك الأمورة. على فكرة دي مسجلة آداب ومعروفة. يا نهار اسود. ايه رأيك؟ كل شيء متسجل صوت وصورة. تحب نبعت نسخة لسهام مراتك؟ طبعا اكيد هتولع فيك، مش كده ولا ايه؟ شفت يا سيادة الوزير لما كان بيرقص مع الأمورة في أوضة النوم وماسك السجات تشك تشك ولابس طب يا راجل كنت خلي شوية لسهام، ولا انت خلاص سلمت نمر؟ شفت بقى ان اسهل حاجة ان انا اوقعك في شر اعمالك. شريط اختك هجيبه ليك وكل الصور وكده نبقى خالصين، ملوش لازمة الفضايح لينا. ما تخافش انا مش هأذيك لغاية ما هنالك، بس وطي بوس جزمتي. لا يا كمال يا اخويا، مش احنا اللي نعمل كده. اسمع يا هارون، الشريط ده لو وزعته على صبياني في المدابغ هيبقى منك بكرة بقرشين ومش هتسويهم في الاخر. هنتفاهم ولا؟ مفيش داعي يا مصطفى، ده حتى هارون شاطر وبيسمع الكلام، مش كده يا هارون؟ الشريط يجي والصور يا هارون دي قرصة ودن عشان تحط لسانك جوه بقك وتمشي جنب الحيط وتعرف ان لحم الرشيد مر ومر بالقوي. ان جالك الغصب خده بالرضا. ماشي يا مصطفى، كلامك اوامر. انا هسيبك تروح عشان سيدك مصطفى، بس روح بقى ماشي، يلا. عاوزيني اسكت ازاي يا شيخ غضبان؟ ما تتكلم يا شاب. هو ده طلع حرامي استغل مرض عمي الله يرحمه. داين تدان، ابوكم عملها في جدكم وهو راقد مشلول 6 سنين، وهارون عملها في ابوه بعد ما ورقد على قد ما اتقسم له في السرير. وربنا هارون اهدى يا اخويا، الكلام مش كويس عشانك. اسمعني كويس يا هشام، عايزك تسامحني يا اخويا. ليلى بريئة، والله بريئة من اللي انت شفته فيها. كل ده خطة من عمك رشدي وانا وسهام وسامية. ايه؟ ليلى شريفة وما خانتكش يا اخويا، سامحني. ليلى بريئة. هارون يا حليم
في دور هارون. يا عسل. اوف، مين اللي هيكسب في الاخر؟ يا احنا يا هما. كنتم مع المسلسل الإذاعي ليل الأقوياء. قصة وسيناريو وحوار نهى علي. بطولة إذاعية جماعية ليل الأقوياء. قام بدور هشام البحيري، محمد الفولي، كرم مسعود. في دور مصطفى رشيدي. والمشاركة المتميزة للمخرج هاني علي، في دور كمال الرشيدي. نهال الودار، في دور ليلى الرشيدي. منى البحيري، في دور الحاجة ألفت. حسن غازي، في دور الحاج فاضل. أحمد رياض، رشدي البحيري. هشام كرم، في دور وجيه عز الدين. صفا عبد الفتاح، سامية البحيري. بطولة رشا الرفاعي، سهام. حياتي أنا. والفنان ياسر الأنصاري، في دور الشيخ رضوان. كرمة حسن، الحاجة فاطمة. هاني حليم، في دور هارون. يا عسل. زينب ونوسة، الفنانة مها بدر. والفنان المتألق شريف زكي، في دور فوزي. ناهد مصباح، ناهد. عمرو إبراهيم، في دور محمد. ومع النجوم المتألقة شيماء طارق، رباب. محمد علي، في دور ناجي. محيي الشاعر، نادر. أحمد بسيوني، عمر. تاج خطاب، طارق. جنات، ردينا. وئام أحمد، في دور فاضل الصغير وفريد. منة، جودي. بلال أحمد، في دور خالد. إسراء أحمد، تالين. وضيفة الشرف أمنية الفحام، في دور نيفين. هندسة صوتية هاني علي. فويس أوفر هبة عصام وعمرو إبراهيم. إنتاج توب دراما والسفير 2023. تأليف نهى علي. إخراج كرم مسعود. ليل الأقوياء. يا عسل.